بيبدأ المسلسل مع هانا اللي بتكون بنت جميلة جدا وذكية بدراستها وشاطرة في كل حاجة تقريبا، علشان كده بنلاقي كل الولاد في المدرسة معجبين بيها. وهنا بيظهر دو مع صاحبه جون وهو بيقوله إنه بيحب هانا جدا وهيعترف ليها النهاردة بحبه من خلال أغنية هيغنيها. وجون بيقوله إنها طريقة مبتذلة جدا وقديمة، وبيظهر إنه هانا سمعت حديثهم ورفضت حب دو ليها. وبعدها بيفضل جون يهدد صاحبه دو علشان ما يأذيش نفسه لأنه هانا رفضته، وبيركب العجلة بتاعته، ولكن لأنه بيكون حزين ومش مركز أبدا بيعمل حادثة. وكل المدرسة بتفضل تقول إنه هانا هي السبب بالحادثة اللي حصلت له، فبتزعل هانا جدا على دو، بتفضل تبعت له رسائل ولكنه ما بيردش عليها. ولما بتروح على البيت بتكون حزينة أكتر لأنها وحيدة ومش لاقية حد يخفف عنها، لأنه مامة هانا بتكون مسافرة الشغل برا البلد وأبوها بيكون سايبهم وعايش لوحده. ولما هانا بتفتح الموبايل بتاعها بتلاقي حد ضيفها على برنامج وبيبعت لها أغنية هي بتحبها جدا، وبتتبسط هانا جدا وهي بتسمعها. والتاني يوم بينضم للمدرسة طالب جديد ولكنه بيكون ايدول مشهور جدا، وكل البنات بيكونوا معجبين بيه، وخاصة سونيا اللي بيغمى عليها وما بتكونش مصدقة نفسها انه حكى معاها. ولما بيدخل الفصل بتقول المعلمة لهانا انها المسؤولة تعرف تايكو كل حاجة فاتته لانها بتكون المسؤولة عن الفصل. ولما بتكون هانا بتشرح له بيفضل تايكو يبصلها بنظرات كلها اعجاب، وسونيا بتكون شايفة كل حاجة وغيرانة، وبتحاول سونيا انها تتدخل ولكن هانا بتوقفها وما بتسمح لهاش ابدا انها تتدخل. وبيكون تايكو معجب جدا بشخصية هانا، وبيفتح بعدها تايكو بس مباشر مع معجبينه وبيقول عن هانا حبيبته، ولكنها بتحرجه قدام كل الناس. ولما بتشوف كده سونيا بتجمع شلة المتنمرين بتوعها وتقرر وقتها انها تأذي هانا، ولكن ما بتقدرش لانه هانا بتكون ماخدة كل احتياطاتها لحد ما بتثبتها سونيا وبتتبهدل هي وياها، ولكن معلش طبعا يعني طالما عملت اللي بدماغها. وبعدها بنشوف هانا بدأت انها تتعود على الشخص اللي بتكلمه، وبتكون مبتسمة وسعيدة طول ما هي بتكلمه. ومامتها بتتصل عليها وبتقول لها انها تتأخر بالرجعة علشان عندها شغل زيادة، فبتزعل جدا. ولكن اللي بيهون عليها البث المباشر اللي كان الشخص عامله وهو بيعزف بيانو وهما بيتكلموا، بيطلب منها الشخص انهم يتقابلوا، وهي بتوافق وبتكون طايرة من الفرحة وبتبدأ اليوم بكل حيوية ونشاط. ولكن مع الأسف فرحتها ما بتكتملش لأنه ما بيجيش، وهي بتفضل مستنياه تحت المطر كتير جدا. ولأنها استنت تحت المطر كتير جدا بتمرض هانا، واللي بيزيد عليها مقلب سخيف عملته سونيا وأصحابها فيها، وبالآخر بيغمى عليها. ولكن بيظهر شخص وبينقذها، وبعدها بيهدد سونيا وشلتها انه هيفضحهم لو قربوا من هانا تاني. ولما بتفوق بيقول لها الدكتور انه الشخص اللي انقذها نسي الجهاز بتاعه. ولما بتفتحه هانا بتلاقي نفس الاغاني اللي بيبعتها الشخص المجهول، ولكن بيجي جون وبياخد الجهاز. تفضل مستغربة وبتسأل نفسها يا ترى هو جون ولا لأ. ولما بترجع هانا الفصل بتلاقي سونيا واصحابها بيضحكوا عليها، ولما بتشوفهم كده بتقرر هي كمان انها تضايقهم، وبتبدأ تقرب من الايدول علشان تغيظها، وهو ما بيكونش مصدق نفسه. وبترجع هانا تعمل بسونيا واصحابها نفس المقلب اللي عملوه فيها. وبعدها بتقرر هانا انها تعرف لو جون هو الشخص اللي بتكلمه ولا لا، فبتطلب منه انهم يتكلموا مع بعض، ولكن جون ما بيجيش وبتلاقيه قاعد لوحده، فبتسأله لو هو الشخص ولا لا، وفعلا ما بينكرش وبيقول لها انه هو الشخص اللي بيكلمها. ووقتها بتكون سونيا سمعاهم وبتحكي لتايكو، ولما تايكو بيواجهها بتقوله انها قربت منه علشان تغيظ سونيا مش اكتر، وهو بيتضايق وبيقول لسونيا انها تتنمر على هانا هي واصحابها كلهم. ولكن هانا بتهدد تايكو انها هتفضحه، وقتها هيخسر كل شهرته ومتابعينه لو سونيا واصحابها تنمروا عليها او على جون. وبيقرر وقتها تايكو انه يوقف كل حاجة، وبيسألها هي فضلت جون عليه ليه، وبيكون واضح انه حبها من طرف واحد. وبيظهر جون بالوقت ده وبيمسك ايدها وبيقول انها حبيبته. وبعدها هانا بتشكر جون علشان وقف معاها، وبيقول لها انهم لازم يمثلوا انهم بيحبوا بعض علشان يبطلوا يضايقوها. هو بيتلكك يعني لانه هي بتعرف تدافع عن نفسها، بس يعني ما علينا. وبيعتذر منها علشان سابها يوم المطر لوحدها لانه اتصدم اول ما شافها وكان فاكر انه بيكلم بنت تانية، وهي بتسامحه. تبدأ علاقتهم تقوى اكتر واكتر، وده اللي بيكون تايكو شايفه ومتضايق منه. وبيتحدى جون بكرة السلة، وانه لو تايكو فاز جون هيبعد عن هانا، ولكن جون طبعا البطل الكاريزما بيكون محترف جدا وبيفوز، وبيفضل يقرب اكتر من هانا، وهي بتكون مبسوطة جدا. وبمرة وهم طالعين مع بعض نسي جون جهاز الاغاني
التاني بتاعه. ولما رجعت هانا علشان تديهوله سمعته وهو بيتكلم مع صاحبه دو اللي ظهر بالاول واعترف لها بحبه بس هي رفضته، ويقول له ان هو بس قرب من هانا علشان ينتقم لصاحبه. وبتروح هانا تاني يوم لدو علشان تتاكد من الكلام، وهو بيقول لها كل حاجه، انه من بعد ما هي رفضته حالته كانت سيئه جدا. ووقتها جون قرر انه ينتقم منها ويقرب منها ويجرحها نفس ما هي عملت. وفعلا جون مش بينكر اي حاجه ابدا وبيعتذر منها، وهي بتكون مكسوره وحزينه، وهو كمان بيكون حزين وبيحاول انه يتواصل معاها ولكن بتكون عامله له بلوك. وهو كان فعلا بدأ انه يحبها وبيتخيلها باي مكان بيروحوا. وبالوقت ده بترجع مامة هانا وبتفرح هانا برجعتها جدا، وبتقول لها مامتها تسافر معاها علشان المره الجايه شغلها هيطول جدا، وهي بتوافق. وبنرجع لجون اللي بيتكلم مع صاحبه دو وبيقول له انه كان معجب بهانا من اول يوم شافها فيه. فدو بيقول له انه كان عارف ده، علشان كده قرر انه يعترف بمشاعره الاول. ووقت البريك بيعرف جون من زمايله انه هانا هتسافر، وبيتكلم جون مع مامتها وبتقول له انه هو جرح هانا جدا لانها كانت بتحبه جدا، وانه فعلا لو بيحبها ما يزعلهاش وما يسيبهاش تروح من ايده. ووقتها بيروح جون على اذاعه المدرسه وبيعتذر لهانا قدام كل المدرسه وبيعترف ليها بحبه. وهي وقتها بتكون سامعه كل حاجه ومبسوطه، ولكن برضه بتقرر انها تسافر وما تفضلش. ولكن لما جون بيكون قاعد لوحده بتجيله رساله وبتكون هانا شالت البلوك عنه وبعتت له مسج بتقوله انها وافقت تكون حبيبته. واخيرا كده بيكونوا اجتمعوا الاحباء. وبس كده بيكون خلص تلخيص مسلسلنا النهارده. لو عجبكم ما تنسوش انكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه.